صباح الخير البنات، كيف صبحتم؟ مزيانين بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وتكون اموركم واحوالكم كلها على خير يا رب. نهار جديد وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم هو روتين اللي كيديروه جميع الامهات في نهايه العطله وبدايه الاستعداد للموسم الدراسي الجديد. العطلة الصيفية وصلت للنهاية ديالها، ما سخيناش بها، ولكن حان الوقت باش اننا نجمعوا الوقفه، باش اننا نستعدوا نفسيا جسديا وماديا للدخول المدرسي. كنتمنى هذه السنه تكون سنه خير ونجاح على جميع الوليدات ان شاء الله. وكنقول لاي وحده شافت فيديو ديالي بالصدفه عجبها الفيديو، عجبها المحتوى ديال القناه، فما ترديش انك تابوناي وتخلي لي لايك، وبطبيعه الحال تفعلي الجرس باش هكا كتوصلي بكل جديد. ودابا اجيو نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. اول شيء غادي نشاركو معكم هي لا فورنيتور سكولير ديال ولدي. وصلتني لا ليست ومشيت نتسخر ليه. صراحه احساس مختلف تماما على العام اللي فات. العام اللي فات واخا يعني شريت له داكشي اللي خاصو اللي طلبوا منه، ولكن كنت كنحس به باقي صغير، باقي في الحضانه، باقي في الروض هكايا العادي. ولكن هذا العام احساس مختلف. الامهات اللي غادي يكونوا دخلوا وليداتهم العام الاول ديالهم في السي بي او في المدرسه الكبيره كيف ما كيقول لها هو، غادي يعرفوا هذا الاحساس هذا. كتحسي بان ولدك راه كبر، راه الخطوه الاولى ديالو في المسار الدراسي ديالو اللي كنتمنى له فيه كل التوفيق، ويكون مسار دراسي ناجح ويكون متفوق ان شاء الله ليه ولجميع الوليدات كاملين. كنتمنى لهم النجاح والمسيره ديالهم تكون موفقه ان شاء الله. وهنا البنات خديت له غير المقرر اولا الكتوبه ديالو، كتوبه الكبارين والدفيسرات. المهم داكشي اللي كيكون هكا في المكتبه، اوراق مزدوجه وداك لي بابيي اللي كيحتاجوا. بالنسبه لا تخوس وما تبقى يعني لي كرايون ولي ستيلو، حتى نمشيو للمرجان ان شاء الله. نتوما عارفين المغريات كيكونوا تما د الوليدات كيعجبوا ما كيديروا داك الشوبينغ ديالهم ديال الدخول. هنايا كيوريكم الكارطابل ديالو. صراحه ملي مشينا لتما كتلفي الاشكال والانواع والالوان، يعني كتكون واحد الحيره، ولكن طاح الاختيار ديالنا على هاد الكارطابل هادي سامبل اقتنعنا بها كاملين بينا. بالنسبه للاثمنه ديال لي كارطابل، اثمنه صاروخيه، اثمنه بزاف البنات طالعين في الثمن. يعني وبكل صراحه ما حد كي كطلعي في الثمن ما حد كي كتاخدي لا بون كاليتي، لا في الثوب لا في الروايض لا في كل شيء. درت انا ونزار اتفاقيه على انني ناخذ له الماليطه اللي بغا، على شرط انه يحافظ عليها، ونحاولوا اننا نستعملوها حتى العام الجاي ان شاء الله، يعني ياخذ فيها عامين. درت معاه كل عامين غناخذ له ماليطه اللي بغا وبالثمن، يعني شحال ما كان الثمن ديالها، ولكن يعني يقرا فيها عامين. ان شاء الله يا ربي اسبيرون اننا نحافظوا عليها. صافي غادي نجمع له كلشي هنايا على ما كنكمل له ما تبقى له في لا ليست، وهكايا نخرج له لي زيتيكي هكا باش ندير له كل حاجه فيها السميه ديالو، وان شاء الله نغلف ليه الكتوبه ديالو. لاستيس اللي بغيت نشارك معكم وكنظن ان بزاف ديال الامهات كيديروها، هو انني في هاد العامين اللي قرا ليا ولدي في قبل المدرسه، ما ولفتوش انني كل عام خاصو يشري كل شيء جديد. ماشي كل عام خاصو كارطابل جديده، خاصو لانش بوكس جديد، خاصو تخوس جديده. لا، كل غونطري سكولير كنجبدوا الادوات القدامين، كنشوف شنو عنده باقي صالح، شنو اللي ماشي صالح، اللي باقي مزيون ونقي كنحتفظوا به، كنبداو به عام جديد. واللي كان واكل الدق صافي كنسيبوه، كنشري فقط الحاجات اللي ما عندوش. وكنديه معايا باش هو كيكون حاضر على الاختيارات كاملين وكيكون مقتنع بهم، وكنوصل له واحد الفكره بان كل واحد وشنو كيختار، كل واحد والذوق ديالو. يعني ممكن انه يلقى واحد الكارطابل وحده اخرى، ولا مهم لي زارتيكل وحدين اخرين عند صحابو، و كنقولوا زعما كل واحد كيختار داكشي اللي كيعجبو. انت ما كنتيش معاه هو ما كانش معاك، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والاختيارات ديالو. والحمد لله غاديه بهذا المنهاج مزيان، يعني ما كاينش عندي يقول لي مثلا راه صاحبي عنده هذه احسن مني ولا هذا. الحمد لله. البنات هذه هي الضريبه ديال الخوت الكبارين. ولدي كيعيش نفس داكشي اللي عشت حتى انايا. يعني الصغارين كيحرموا على الكبارين كلشي. الماليطه ما فرحش كاع بها، منين جبناها والصغيور معلقها وكيجرها، يعني حتى هو فرحان بها. ايوا الحمد لله. يعني واخا هكا كيتفهموا الوليدات الكبار كيتفهموا. هنا البنات حبست الفيديو بالليل هذه الصباح. اول حاجه فكرت فيها هو انني نشوف شنو عندهم في السبرديلات ديالهم، اللي باقي كيجيهم اللي ما باقيش كيجيهم. عزلت
اللي صغارين، وهكايا اللي باقيين كيجيوهم غادي نديرهم في لا ماشين هكايا باش غادي يتصبنوا، ونوجدهم يكونوا رقيقين كيلبسوهم هكايا ملي كيتصبنوا كتسكسفي عليهم كيرجعوا جدادين في الصراحه. بطبيعه الحال اللي كانت خاصهم هكايا شي حاجه كنعاود ناخذها لهم. نفس الشيء كنديروا في الحوايج هكا الا خصو لي جين ولا لي تيشيرت ولا هكايا، مهم اي حاجه. انا اوغوزمون هذا العام الحمد لله تهنيت دايرين لهم لونيفورم، يعني ما غتفكريش في شنو خاصو، كتفكر غير في صبيبطات هكا ولي سبرديلات ولي جاكيت هكا في الوقيته د الشتا. وغادي نشوف ليه كذلك لي سو فيتمون وسليبات ديالو، لان شاك جور كيخصهم يتبدلوا، يعني كيخصهم يكونوا عندك يعني واحد الكميه عاود تكون مهمه واحد شويه. وصافي غادي نجمعهم هكايا في لافيسيل. انا بالنسبه ليا البنات ما كنخدمهمش بوحدهم، كناخذ لي طابي هكايا اللي كيكونوا عندي في الدوش وفي الطواليت اعزكم الله، كنديرهم معاهم باش هكايا ما كتفرعليش لا ماشين. كتكون معاهم حاجات اللي هما رطيطبين كيطاكي شي كيطاكي على شي كيف ما كنقولوا تسبرديلات كيخرجوا مزيان. صافي درت جوج ديال لي طابي وغادي ندير الصابون وغادي نشعل عليهم. بالنسبه ليا البنات كنخدم هاد الليكيد هذا ديال فلوطه ولا ديال ويب اللي لقيتو صراحه غزالين. كيدوز واحد المده كبيره. كنت كنشري صراحه البودغ وما حتى هي كتخرج، ولكن ما كتديش واحد المده اللي هي طويله. بالنسبه لهذا ديال فلوطه صراحه فيه الريحه غزاله، ما كتحتاجيش انك ديري معطر، فيه معطر وصابون. الثمن ديالو كيدير 65 ولا 75 درهم، ما فايتهاش البنات. وسورتو انه كيدوز واحد المده طويله، كيدوز لك شهر ونص حتى لشهرين. ويعني وعلما ان بالوليدات يعني التصبين دائما هو هذا، سورتو هذا الزرق هذا كتكون فيه واحد الريحه غزاله بزاف، وكتبقى في الحويجات يعني واخا كتدخليهم كتبقى فيه الريحه زويونه. بطبيعه الحال ملي كنقولوا مدرسه كنقولوا الاستعداد ديال الوليدات هكايا في ليكريتور. هكايا هاد السيمانه كامله الصراحه كنعطيه يكتب باش كيطلق شويه يدي هكايا في الكتابه، لان شهرين تقريبا كنت كنعطيه هكا مره صراحه يكتب، ولكن ماشي دائما. عطيته هاد الايامات كيكتب كل نهار، كيكتب لا دات ديالو، لو نون ديالو، لو برينون ديالو. كندير معاه هكايا مره شويه ديال لا ليكتور. المهم كندير معاه واحد المراجعه باش ملي كيدخل عنده واحد شويه ثقه في النفس، ماشي ملي كيدخل كيلقى الوليدات كاملين كيعرفوا بزاف ديال الحاجات وهو نسى عليهم. كيدخل مستعد ان شاء الله. هنا البنات كانوا عندي الطبيعه واحد شويه ديال الطبيعات ديال الشوكولا كلاو لي الدراري ما رضيت لهمش البال دخلوا لي للصالون. بالنسبه لي طابي ديالكم اي كيتا غراسه اي برودوي كيحيد كيمسحوا به البوطه وكيكون ديال الدهون. انا هذا اللي شاركت معكم ديال اسبانيا، يمكن تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال اسبانيا اولا ديال سبته. الصراحه رحمه الله نفعني بزاف مع الدراري. هانتوما كيف ما شفتوا كيرد الطابي جديده اولا الحاف اولا مهم اي طبعه درتيها فيه كيردها لك البنات جديده. هنا كذلك كانوا عندي هاد جوج ديال الطبيعات رشيت عليهم وخليتهم هكايا واحد دقيقه ولا ما كاملاش. صافي بواحد الفيطه كتكون حرشه واحد شويه كدوزي عليهم تحلفي ما كاينه شي طبعه، ما تحتاجيش كاع انك تصبني الطابي ديالك، سورتو الا كانت هكا ما كتاكليش من فوق منها اولا ما كتستعمليهاش بزاف. دابا ندوزو للصح صحيح كيف ما كنقولوا. لي لانش بوكس على الابواب، الفطور، الغدا. من بين الاشياء اللي كنبغي نعطي لولدي هكايا في الصباح شي حاجه هكايا ديال الدار، قلت علاش لا. لي غاتو اولا دوازاتاي ما كيبغيهش ليا هكايا يديه ما كياكلوش. قلت نصايب لهم هكايا في قصص مالحين صغارين. صراحه هاد لاغوسيط هادي راني درتها في عاشوراء، ودرت واحد الكميه اللي هي مهمه باش تبقى لي حتى للدخول حتى في الطبيعه عفوا. هكا كنديرها له مع الفطور ديال الصباح اولا الصباح ملي كنعطيه مثلا كويس ديال الحليب اولا ما قدش يفطر ليا الصباح كنعطيه هكايا واحد شويه كياكلوا ليا مع الحليب اولا كنديروا له في اللانش بوكس ديالو وكيفطر به. بالنسبه للمقادير عندي زلافه ديال السكر، عندي جوج ديال سكر فاني، انا درت هذا ديال زهره البرتقال، شويش ديال الملحه، زلافه ديال الزيت. بالنسبه لهاد المقادير البنات راه كيخرج واحد الكميه اللي هي مهمه بزاف. بغيتو تنقصوا المقادير عبروا بالكاس، كاس ديال العنبه من كل حاجه راه كيجي كيعطيك يعني كميه يعني هي هذيك معقوله. اما هاد الشيء البنات راني درتو حصلت فيه واحد الحصله عالميه. من بعد ما غادي نخلطوا العناصر حتى كتنسجم، من بعد كنزيدوا زلافه ديال الماء، يعني نفس العبار باش ما عبرتي سوا الزلافه سوا الكاس، كاس د الماء، كاس د الزيت وكاس السكر.
والفاني يا اما الفاني عادي يا اما بزهره البرتقال حتى هو جا زويون. هاد الوصفه البنات في الاصل ديالها فيها 3 ديال البيضات، ولكن انا وليداتي كانوا دايرين بيا ما درتش البيض، نسيتو. ومع ذلك جات نفس المقادير اللي كندير كل عام هما اللي درت هاد العام. هاد العام نسيت البيض، جاو بحال ما كاينش شي اختلاف. درت هكايا شويه ديال الزنجلان وشويه ديال اللوز، قطعته هكايا. ممكن تزيدوا اي مكسرات بغيتو، انا هادشي اللي كان متوفر عندي درتو. غادي نخلط المكونات كامله، وغادي نبدا دابا. غادي نضيف الدقيق، غادي نحط الخلاط وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات على حسب يعني الخليط ديالكم غتبقاو تضيفوا حتى كتكون العجينه بحال ديال الحلوه، ماشي خفيفه وماشي قاصحه. بالنسبه ليا لاستيوس اللي كندير، كنبدا كنجمع الخليط ديالي ديال العجينه. غادي نزيد واحد المعلقه عامره ديال القرفه. كندخل صبعي في العجينه، الا خرج الصبع ديالي باقي لاصقه فيه العجينه، يعني العجينه باقي خاصها شويه ديال الدقيق. الا دخلت الصبع ديالي في العجينه وخرج لي الصبع ديالي ما فيش العجينه، اذا راه الخليط ديالي هو هذاك. ما تقصحوهاش بزاف وما تخليوهاش خفيفه كذلك. غادي نبدا نجمع، غادي نخلط بيدي بطبيعه الحال، وغادي نجمع المكونات كامله. وبالنسبه للخميره البنات فيها 2 ديال لي ساشي ديال الخميره. الا كنتو غادي تعبروا بالكاس ديروا غير ساشي واحد ديال الخميره الكيميائيه وكملوا الخليط ديالكم. قولوا لي البنات كيفاش دوزتوا العطله ديالكم، سافرتوا، ارتحيتوا، فوجتوا شويه، تلاقيتوا مع احبابكم. صراحه انا الحمد لله والشكر لله دازت عطله رائعه. تلاقينا مع الحباب، خرجنا، سافرنا، بحر، لا بيسين، يعني الحمد لله شويه من كل حاجه. اللهم لك الحمد. وقولوا لي واش نتوما بحالي ملي كتسالي العطله؟ كنقول الحمد لله والشكر لله. علاش؟ اولا لان العطله الحمد لله دازت مزيانه. ثانيا موقع لي فيها حتى شي حاجه، موقع فيها لا خسائر لا حتى حاجه كيف ما كنقولوا. لان انا عندي واحد الفوبيا ديال البحر، كنخاف الله يحفظ لي غرق شي واحد، الله يحفظ يتلفوا الوليدات الصغار، لا بيسين كذلك توقع فيه شي حاجه. يعني اون فوا كتسالي العطله ما كيوقع حتى شي حاجه. ولا مهم افكار راه كيجيو لاي ام يمكن، ولكن كنقول اللهم لك الحمد. انا العطله ديالي دازت مزيانه، موقع لي فيها حتى شي حاجه. الحمد لله والشكر لله. كيف ما شفتوا جمعت العجين، انتم شفتوا القوام ديالو كيفاش كيجي البنات، ماشي قاصح بزاف وماشي خفيف. غادي نقطعو هكايا دي بول اللي هما صغارين باش غادي نردهم حرابل طوالين. غادي نقطع واحد الكميه وغادي نغطي عليها، غادي نغطيها بواحد البلاستيك، وغادي نبقى نجبد هكايا كل كويوره هكايا، وغادي نبقى نطلقها حربول صغيور. هانتوما كيف ما غادي تشوفوا في الصوره. بحال هاد الاعمال البنات من الاحسن تدخلوا فيها وليداتكم، يعني كيكون ارامات رونوا، يعني كيبغيو حتى هما هكايا. انتما كما كتشوفوا غادي نبقى نطلقوا. صراحه سهل، ما فيهش مقادير اللي هي كثيره، غير هو ما ديروش مقادير كيف ما درت انايا. وخدموا بهذه الطريقه هذه باش كيجيكم سهل، ماشي كل واحد تهزوه تحربلوه وتقطعوه. قطعوا كبيورات صغارين، من بعد حربلوهم هكايا، حربوا هكايا طويل. ديروا واحد الكميه اللي هي مهمه، ومن بعد تبقاو تقطعوا كيف ما قلت لكم. دخلوا معكم وليداتكم يعاونوكم هكايا في التسته في اللاطه ولا في التقطاع الا كانوا كبارين شويه. كيف ما قلت لكم البنات كنقول الحمد لله العطله ديالي دازت مزيانه، موقع فيها حتى شي حاجه. الحمد لله والشكر لله. وما كنبقاش يعني في العطله يعني حتى لاخر لحظه. كنبغي ندوز العطله ديالي مثلا تبقى لي واحد 15 يوم التاليه. يلاه كنت ادابطه في الدار. راكم عارفين ديك الروينه ديال الصيف، كيكون البحر تقريبا يوميا، والخروج ما كدركيش داك لاغوتين ديال الدار ديالك. يلا كطرفي واحد شويه، يلا كتقضي داكشي اللي خاص وليداتك. لا فورنيتور الا كانت وصلاتك يعني كتحيديها عليك قبل الزحام، لان داك الزحام اللي كيكون في المكتبات عجيب في الاول ديال الدخول. يعني حيدي عليك بزاف ديال الحاجات باش ما كيجي الدخول حتى كتكوني مرتاحه، ما كيكون عندك لا ستريس لا والو. كتبداي بدايه جديده وعام جديد. واهم شيء كنركز عليه هو انك تحطي اهداف ديالك. اعتبري بان هذا سبتمبر هذا هو عام جديد، هو السنه الجديده ليك ولوليداتك.
بحال اللي عندها وليدات كيقراو، يعني غادي ديري اهداف في هذه السنه، انت شنو غادي ديري، واش غادي مثلا، المهم بزاف ديال الحاجات غتبغي ديريهم في حياتك، سورتو الا كانوا وليداتك يعني كاملين كيمشيو للمدرسه كتبقاي بوحدك في الدار. حاولي انك ديري شي حاجه، تعلمي شي حاجه. اما الا كانوا معك وليداتك، يعني واحد الوليد اولا جوج، كاين اللي عنده وليدات صغارين، يعني غديري ان بروغرام باش وليداتك من يجيو يلقاوك يعني مساليه شغلك كامل، تعطيهم وقتهم في لي دوفوار ديالهم. ماشي يجيو يلقاوك عاد نتيا عاد باقا كتخدمي الشغالات وباقي تبعك العشاء وباقي هذا. يعني ان فوا كيدخلوا الوليدات المدرسه كتعطيهم الوقت ديالهم، سورتو ان هاد الوقت هادي الوليدات كيدوزوا الوقت الكبير في المدرسه. انا ولدي غيدخل من 8 وربع تقريبا، ما غيخرج لي حتى 4 د العشيه. يعني مني غادي يجي خاصني نعطيه وقتي كامله ليلو، نجلس معاه، نراجع معاه، نجمع معاه، باش ديك ساعتين عاوتاني كنوجدو هكايا باش ينعس عاوتاني بكري ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما قطعنا كنديرو هكايا في اللاطات، وغادي ندخلهم للفران. بالنسبه للفران البنات كيكون مسخون على قبل. صافي كندير اللاطه ونقصو باش ما يتخطفوا لكمش في الطياب، يبقوا لكم خضر من التحت، هما دغيا دغيا كيطيبوا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو مقرمشين وزويونين بداك النكهه ديال زهره البرتقال. الفيديو ديالي البنات وصل للنهايه ديالو، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلوبكم. شاركت معكم لي بريباراسيون اللي كندير هكا قبل الدخول المدرسي. عارفه بزاف ديال لي مامو كيدوزو من نفس المرحله. الله يعاوننا اجمعين على هذا الدخول المدرسي، ان شاء الله يكون دخول موفق ان شاء الله. كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، كنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله. كنقول لكم تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم.